ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم. اليوم أنا بضيافة الشيخ والشاعر والراوي مسعد ابن منور راس البعير السناني. حياك الله يا أبو طلال. الله يحييك ويبارك فيك ويسعد اللحظات جيتك يا أبو. الله يسعدك والله يا أبو عبد العزيز، والله أنك غالي ومن الناس غاليين. الله يغليك ويرفع قدرك يا رب يتحييك. والله يا أبو طلال، أنت معروف أنك شاعر علم ولك محبين ومتابعين، وحقيقة أنهم في الفترة الأخيرة فقدنا قصيدك وظهورك، وقالوا لي لازم تسوي لقاء مع أبو طلال، واليوم نبغى تنثر إبداعاتك. إذا عندك شيء، أول شيء نبغى أبو طلال، وين حياتك؟ بدايتك، طفولتك وين عشتها؟ والله عشت بجميع أنحاء المملكة كلها وطني. أيوه، عشت بجميع أجزائها. لا، بدايتك الطفولة وين درست؟ وين؟ في العيس والله في المدينة والله يوم الناس صغار طلع عنا لا فيه لا مدرس أيوه ولا مدرسة. أيوه بالبر كل حتى القرى ذي اللي تشوفها هذه ما فيه، ما كان في إلا محلات في السويق يأخذون منها أيوه أرزاق. أيوه، والأرزاق ما فيه بواخر تجيب أرزاق، أيوه، ولا فيه شيء إلا من الحجاج يوم يجون من كل الدول يجيبون أرزاق ويبيعونها مكة. أيوه، وناس يجون يعرضونهم من أهل ينبع تجار ويشترون منهم الله. ويجيبونها هناك تنزل السوق ما تلقى، ما تأخذه لو معك قروش ذهب. أول العملة ذهب قبل عملة الدولة، فما تلقى شيء تأخذه إلا إذا في باقي تمر. الإنتاج نخيل بس. أرزاق ثانية زي رز، ذرة تجي. في ناس يزرعون مزارع خفيفة، مزارع الحب ويجيبون حاجة ما تبطي، لكن في ناس يدس منها ويبيع منها عشان يبيع منها غالي الله. والأرزاق ماشي الحمد لله، ما حد يموت من جوع. كان أول يوم يجي ربيع كان والدي الله يرحمه جو خواله عنزه، ونعم. وجو حول 5 مردفات من الجيش. يوم جاء راح ذبح لهم ذبيحتين طريين، ولا عنده شيء من اللي حوله. جاءه ذرة دور شعير ما لقى، راح طبخ لهم عشاهم طريين وحط عليه دعاء كالربيع. جاب الدعاء وطبخه معاه على الذبايح وقدمها عليه ومشى حاله. سمعت تتعشوا هناك، ما كان فيها أرزاق يجيبها، ما في دولة الحين قبل السعود الله يعزهم. بعد ما جو طال عمرك صار كل شيء نهضة عالمية. نهضة عالمية. البر تروح البر تلقى عادتك عند بدوي هناك رز وسكر والنعمة الحمد لله. ومن يوم استلم الملك عبد العزيز وكان جوعات، كان أخويا الملك عبد العزيز ما فيه شيء معاش يعطيه، لا مصاريفهم من الزكاة حق الغنم. الزكاة اللي تجيه يجي له يرسل أكل من دولة برا، من دمشق يجيهم، وأحيانا في التجارة دمشق يجيهم أرزاق ويطلبها عبد العزيز، ويطلب الناس الجوعى بالبر. كانوا يقول تليموا
يتليمون على أبيار ما فيها بلد ولا فيها شيء، يجون حول بير وقت الصيف. ويرسل عبد العزيز أرسل لاستراليا دول أن يطلب مساعدة شعبي، فهم ساعدوه وارسلوا كل شيء لعبد العزيز. وعبد العزيز قال كل جزء بالمملكة في مناطق معينة يتليمون البادية ويرسل لهم أرزاقهم تجيهم لحده بلاش بدون مقابل. يجيبها الملك عبد العزيز، أيوه، يجيب له أرزاق يسمونها التكية. يجيبها الأرزاق وطحين وأحيان رز من القديم ذاك البلم ورز، بعدين جر الرز الأخير بكة. أيوه. الحمد لله اللهم عاشوا كله، عاشوا على الدعاء وعاشوا على الأرزاق اللي عبد العزيز يرسلها لهم بجميع أجزاء المملكة. قال كلهم لازم الشمال والجنوب وغرب وشرق المملكة كلن على البيار، يفرق الحمول ذي يتفرق للبادية وتنقذه. وصرف والله اللهم لك الحمد يجعل الجنة. امين يا رب، امين يا رب. طيب ابو طلال، متى بديت بالشعر؟ الشعر بديت فيه من صغري، لكن والله ماني حافظ. لكن الشعر اللي بديت به يوم جالي حول 25 سنة بديت بالشعر الحقيقي. طيب محاورة بدايتك ولا نظم؟ أنا أعرف إنك تلعب محاورة. لعبت محاورة، كنت هذا بالأخير بجدة ألعب محاورة. أيوة. أفتكر فيه ملعبة واحد الله يرحمه توفى اسمه عبد الله الصاعدي، شيخ الصواعد حق الرابغ. وعنده زواج ورحنا كل الشعار، لأنه هو شاعر قلطة، وراحوا كلهم جايين بدون مقابل. ومشينا بسيارة واحدة مجموعة شعار، ما فينا معنا صياف ومعيض العجي ورجال الله الحبلاني الله يرحمه، وشعر ويدي. وجينا يوم جينا قلت له نبي نجلس برا أجواز نشرنا شعار ويدين، اللي ما عنده سلع ولا حد يزهمه يجلس يسولف ويهرج، وقهوتنا تجينا يجيبونها للمعازيب، وحطنا فراش وقالوا خير إن شاء الله. وقلت للمعزب نبي فرش هنا. أنت المنظم حق؟ أيوه أنا حطوني أمير الخوة. أمير الخوة تستاهل. الخوة طبعا أنا هم اختياره وكذا عيوا، ولا أمير الخوة المفروض إنه معيض العجي، رجل عارف وكريم وشاعر حرب كافة. ما طبعا طلبت الفرشة برا؟ طلبت فراش، وجاب الفرش وجابوا المتاكي وكل شيء، وقلت جيبوا لنا القهوة وجيبوا لنا الشاي وجيبوا لنا العشاء هنا مكاننا، واللي عليه السلع يروح الملعبه ويغير، واللي ما عليه السلع تهرجون. الشعار الحالة طبعا. ايه احنا لحالنا نسولف. رحنا مشغولنا، لكن دخلت جوا داخل الجمهور ما يقدر تهرج ولا تسولف، صادق. تنكتم صدرك، كنت تسمع شيء قدامك. ولا جابوا البيت وحنا جالسين مكان نسمع. أسلم. فقام صياف وقاموا اثنين من قبيلة، طبعا قبيلة عزيزة ولا أحب ذكرها، لكنهم شعار توه بدين. وجابوا بيوت سب وما سب. أيوة. ونازل بيوت، وهذا شاعر بحر، ما هو شاعر
كلام زي كذا. صيف طبعا مغني ما يبغى له تعريف، من كبار شاعر حرب. وقاموا ونزلوا عليه نزول ما هو دين، وقال قوم يا راس البعير فكني من الفلاينة. ايوه انزلوا هناك، قلت هذول الفلاينة من خنذف. فأنا قلت أنا مبسوط إن يطيحون فيك، يطيحون فيك يا صياف. هو طبعا رجال وسي صدر، الله يرحمه، وبيننا مزح وصديق وشاعر. إيه. قال قوم لا أن يجيك بعلم ثاني. قلت روح خليه يطيحون فيك. وقعد نضحك. راح ورد عليهم وجاء. يوم انه جاء قال لمعيض العجي عطني البكورة يا معيض. هو يعطيها البكورة، قال خذ احسب انه يبيع بدال السبحة. تعرف الشعر غالب سبحة، لازم سبحة يا صاحبي، ولا بعصا ولا مشعاب. فراح ورد عليهم. يوم انه اخذها رفعها على طوالي علي. يوم رفعها علي وينقزم عيض الله هذا يمسكها هباك الله. ويعتذر لي قال والله يا راس البعير اني ما دريت اني برفعها عليك. أيوه. ولا كان معطيه بكورتي، لكن اسمح لي والله اني قلت انت مسموح ومحامي، وهو ما عليك عبيط تخرج معه ما عليك منه. أيوه. الله. وراح ورد عليهم ورجع ثاني مرة قال يا راس البعير. قلت تهديد ما يمشي علي. قال ماني مهددك تكفى. قلت والله تكفى لي مكان عندي والله مكانك يا ابو مثل هبشر افكك منه. وقمت ورحت الملعبه وقلت ودنا نعدل الهوشه ونرفع علمنا. ودنا نعدل الهوشه ونرفع علمنا فوق رؤوس العصاه مقلبين الدعاوي. والله ما ادري البيت الثاني نسيته. رد صياف على البيت ذا قال يا سناني يا العزم ما سلمنا من عيال الحرام الغلط والرشاوي. ايوه والله. وجاب بيت ثاني البيت فيه اخر حرف لا تبعته يقلب البيت من زين شيء. اسلم. وجابه وانتبهت له وقعدت ترده والله البيت ما يحتاج فيه مقلب. ايوه اسلم. رديت عليه بيت قبل هذا وبيت الثاني اللي هو على البيت اللي فيه مقلب. قلت إن خرجنا عن الخط العمومي صدمنا، ما خلك مع الخط العمومي مخاوي. قال عيد البيت انت وش شرك هذا؟ قلت له منين اخذت البيت اللي انت قلت فيه؟ قلت اخر حرف. قال بسم الله عليك ما شاء الله. قال انتبه. قال والله اني مشيتها على شعار من اشهر شعار المملكه. مشيته وننتبهوا لي غرنت 5 وخميس عليك. يقول لي قلت انا اخذ حذري لاني ماني مقابل شاعر عادي، مقابل شاعر حرب. شاعر حرب قدامي اذا ما انتبهت لبيوتها انتبه المن. معناته ما مركز عليهم. وقال والله اني مشيتها على ناس وايد ما فيهم شاعر أعبط شاعر بالمقالب اللي هو أبو مشعاب. قال إني مشيت عليه ومشيت رغم أنه المقالب هو رئيس المقالب اللي دخلها الشعر. أبو مشعاب. إيه الله يرحمه. إيه يقلب الحروف. الله يرحمه. في منكه اللي في جابه هناك. ولا قامت الملعبة لا قامت بين شعار سليم وابو مشعاب يكون واحد.
الشعر الحقيقي اللي ما عمرك سمعته وتقدر تحفظه تصير بينهم. تصير بينهم بيوت تجي ما يجيبونها مع شعار اللي من برا مسلم، لأنه ما أدري هو كل قبيلة منه محادثة ثانية مرة متبي شيء عليها. الله. اللي مرة اسلم. بيوت يقولها أبو مشعاب، يقول يا ربعنا يا سليم مدري كيف، يقول الله خلق مدري كيف البيت له، يقول الله خلقكم، يقول الله خلقكم قرع هي النخيل، أيوة. قال الله خلقكم مدري كيف قرع من دون ذكران، واللي خلق من كل قرية خلق منها ذكر أكبر. شوف حط هناك أنه حطهم ذكران نخيل، وحطهم الذكر اللي يطعمون عند خلا، يعني لولا أنا ما ولا شيء. صح صدق. طيب أبو طلال، من الشعر اللي لعبت معهم من الشعر القدامى مثل فيصل الرياحي، أبو مشعاب، غير صياد الحربي؟ مع أبو مشعاب والله إني ماني حافظ بيوتي معه. ولعبت مع فيصل الرياحي، قوم يا فيصل العيه، جبت قاف كان فيه طبعا الشعار، طبعا العمالقة يتابعون الأحداث، يجيبون على أي حدث حصل يجيبون عليه، وفي حدث حصل وجبت عليه، وكان مستور، احنا معزومين على جواز عند نزه، أنا وفيصل وحبيب العازمي ومستور عصيمي معزومين عند نزه، واللي جابه خلاه مستور ياخذ حذره مني فيصل الرياحي، وحنا جالسين على العشاء. ايوه. حطونا بغرفة عشاء وتعشينا كلنا يا شاعر، جابوا لنا هم إنسان كريميين ومن شيوخ قبيلة من نجا، جابوا لنا ذبايح وقلطنا عليها. يوم جلسنا قال يشربوا الشاي هنا بالغرفة وبدأ نروح الملعب. يوم جلسنا قال أنت تعرف هذا الشاعر السناني، يقولها فيصل بن منصور، فيصل صديق لنا. أيوة. يقول هذا لا مستور عصيمي. قال لا والله بسلامته، سمعت انك تقول من شاعر فلان، وانا ما قد قابلته. قال هذا مسعد السناني اللي تقابل مرة عزموه ناس، عزموه السبعان سبيع، عزموه الشاعر لهم، قال نبي أحسن شاعر، وكان في واحد اهتدي قال أحسن شاعر يجيب لكم في مبلغ معين، قالوا جيبه لأن شاعرنا فلاح الحناني نبيه ونبي واحد يقابله. وراح جيت أنا، طبعا أنا أخطط لأن فلاح الحناني شاعر قمة وأنا شاعر كريم بادي، فحاولت أتأكد هل هو شاعر معنى أو يمشي على المقالب الشعراء، أخذ حذر منه. وجبت قلت له يوم جاء فلاح قلت غير، قال لا غير أنت. أنا ما حسبت إنه يقول غير، أبغى أغير عشان أختبره في بيوت إذا
ذكي، إذا إنه عبيط يأخذها. قلت الليلة غير، قال غير أنت. قلت الليلة السوق غالي مشتراه وغالي البيع، سلام رديت أن نبحث بها بعض النواحي. قالوا فلاح السبيعي. قلت ما هو باسم السبيع، سبيع حامد وعبد الله ولا فيه فلاحي. أبى أشوف رده. وأنا طوال يوم قلت البيت وأنا أجيه، قلت حنا الواحد ما يعرف يمشي أمانة. قالوا سبيع ما يسمونه فلاح، وقلت خلنا نحط عشان ما يسموه سبيع غير هو الوحيد بسبيع. قال لا وايد مسميه فلاح. بس أنا أتأكد إنه الحمد لله فكر إنه ما انتبه للشيء هذا. الله يسعدك. طيب أبو طلال، كان زمان تأخذون مقابل مادي؟ لا، بالثمانينات تقريبا. بعدين بالأخير قمنا يعطونا ناس يعزمونا. وصلنا إلى 2500، لأن 2500 ناخذها بالشمال يوم نروح. اللي أخذت في منطقة معينة مبلغ عاد يتقرر لك. والله لو يعطونا الشعار 100,000 ما تقول 2500 اللي انت اخذته. أيوة. يقول هذا ياخذ 2500. صح، الاخبار تنتشر انه ايوه انتشارات الاخبار انه ب 2500 خلاص سعر مؤقت. وحنا الرجال اللي يعزمونا واللي من روس عرب وبينه وبينهم معرفه نجيهم بلاش. عز الله الصادق صدق. نجيه طال عمرك ونصه طال عمرك ياخذ من واحد رقم حسابك ويحوله، ونجي نجيب المبلغ اللي هو حوله لنا ونزيد عليه كثره ونعطيه وياه. والله ايوه، لان هذه ما يصير لان عندنا رجال معرفه، رجال عايزين عينه، ورجال هم سوابق لنا طيبه صنايع. كيف ناخذ منهم؟ واللي طال عمرك بس عزمك لأن كأنك شاعر كشاعر ما بينه وبينك علاقة، لا نفرض حقنا عليه. طيب أبو طلال، الشاعر محمد السناني لعبت معه؟ ما قد تقبلت أنت وياه؟ محمد السناني نلعب أنا وياه سوا، ولعبت مع بيت فيه البيت فيه مقلب، وكان فيه المقلب لك أنت والله. ايوه اعرفه، هو طبعا شاعر. ايوه شاعر كبير ابو تركي. اقول له ما جمعة تمر الا وراها خميس. يا سلامي على اللي يفهمون السلام يعرفون السلام. قصة الفيل جتنا مع غلام النفيسي تبغى ما حسنها عيال غلام، قليت من دون سمع البدو الامريس والله نسيت البحر. طبعا ما يغاب الشيء، هذا شاعر بحر ما يحتاج. والله ما لك زود يا ابو. طلع هذا السبيع هذا يوم سمع مستور، سمع البيت اللي انا اقول له الحناني، قال خبط يده وقال والله، قال هذا شاعر ذكي، يقول مستور عصيني الله يعطيه الجنة ويرحمه. ايوه قال هذا شاعر ذكي. ويوم اني غيرت بالملعب وطلبته وحطيت المعنى ذا الحدث الصاير، انعم من البيت اني انا قلت للفلاح الحناني يعتبرني لو اقول سلام في لقاء، وهو شاعر بحر يعني شاعر عتيبة ما يحتاج. ولكن انعم من البيت هذا. قال الفيصل، قال يا فيصل يوم جبت البيت، قال يا فيصل صاحبك بدري عدا فينا. قال فيصل لا فكر. قال لا ما فكر، عدا في بدري عارف انه عبيط. الله اكبر. وجاب بيت ما هو زين، بيت طايح مره، وجابه زعلان. يوم جابه وانا طالع فيه قلت هذا شاعر عتيبة، وهذا البيت سمعتوه وش يقول. وانا اقوم اغير كبيته ما رديت عليه،
عطول قطعة القاف وهو واقف بالملعب. قلت له قوم يا فيصل الحية وعطني علومك. العصيمي عن الموقف حدثها الكبارة، يا الغدير المصفى كل سابح يعومك وزعلنا رمينا وسط جمك حجارة. ايوه. ويقوم فيصل قال يا سمانة عسى تثبت بعرشك نجومك وجودي علي يفهمون العبارة من نفس البيت الثاني. وبعدين كنا قام يجامل زميله مستورة العصيمي. قلت له بلاش مجامل يا ابو بدر. قال لا فاهم. قلت مهم انا ما ادري عن سويته. وهو طبعا هو اخذ شويه، يوم اخذ شويه قطع القاف زي ما قطعت انا. ايوه لانه بيختلص وهذا من حقه. قال واحد العصيمي قطع القاف عليك. قلت من حقه، هذا عصيمي شاعر ورجل من الرجال طبعا زي رجال الباقيين. لا جاه شاف هو ما درى عن خطاه يعتبر الصح الاول. لكن ودحين جاء خطأ طبعا بياخذ حقه. وانا مبسوط. قلت مبسوط داري عنه. قلت داري عنه وخليه ياخذ راحته. اللي انا قلت فيه مع فيصل يقول فيه عادي ما فيه. ولا فينا اللي يشك في نفسه. كلنا عارف نفسه. طيب ابو طلال، فيه موال دارج بين محبين الشعر دائم يقولون ان الشعار يلعبون على المعازيب. هل عمركم لعبتوا او حضرت ملعبه لعبوا الشعار على المعازيب؟ مستحيل. ها؟ اللي يلعب على المعازيب اعتبر سفيه. رجال عازمينك معزموك خذوه مقدرينك ومعتبرينك، وممكن عازمينك بمصلحة وممكن عازمينك هنا لو بدون مصلحة. صح. احترامك المعازيبك أول شيء. معازيبك اللي انت جاي عندهم ومعشينك ومقدمينك هناك. ما يقول يسوي المعنى وقد أنزل ما خلق الله. اعتبره ما هو شاعر ولا هو رجل. ما هو رجل. ما هو رجل نهائيا. لأن هذا حنا يوم نجي شعار وأحيانا يمكن أحيانا بجلسات شعار معروفين نجيب مقالب ويعرفونها الشعار اللي يردون عليها، لكن هذه مكشوفة يضحكون عارفينها. لكن على معازيبك لا، معازيب حدك وقف. اللي يجي بالملعب معزوم رسمي ما هو مزح. خلي يقول امزح، ما في مزح. انت تتكلم قدام خلق الله. صح. تحط ناس عازمينك في محل ما هو مكانه، لازم تحترمه. احسنت. ومهما كان لو انه أردى معزب الضيفة ولا يجيب لك شيء برضك تحترمه. صح. تحترم انك دخلت بيته واحترمه. صح. ولا مشيت لا تجي. لكن على المعازيب هذه كارثة. اعتبر ما هو رجال دون شعر. لا شاعر ولا رجال بعد. يعطيك العافية أبو طلال. طيب أبو طلال، فيه قصيدة أنت أرسلتها للشاعر فيصل الرياحي أبو بدر الله يرحمه ويسكنه في سيح جناته. إيه. وش قصتها وش موضوعها ومتى عام كم تقريبا أنت أرسلتها؟ والله أنا أرسلتها تشر عليه لأنه أحيانا يجي في مدن جنبي وأنا على خطه ودق عليه يقول والله إني كنت مستعجل وأشر عليه لأنه صديق وأعزه. أيوة. أعزه. وهذا فارس البقوم بالشعر ما في بعده. وثاني شيء رجل من غير الشعر، رجل جميع صفات الرجولة كلها فيه، من كرم من تقدير من كل شيء. وفي حاجات يمكن ما يعرفها ما كشفها غير أنا كشفتها بغيري. فيصل الرياحي الله يرحمه ويعطيه الجنة إذا للصديق قديم أو أنه معرفة قديمة
ولو مثلا طلع إن ما معه سيارة يروح ويشري سيارة ويعطيه إياه ويقول له بشرط أنك ما يمكن تبغاني والله لو تطريها إني أنا أعطيك فلوسها ما أسلم عليك. رحمة الله. يسلم أشكال حقه بعلوم الرجال. الله يرحمه. إيه. فيصل فيه نادر مرة. طيب ما تحفظ أبيات؟ هي القصيدة طبعا طويلة، بس لو تعطينا شعار. هم شعار أبقوا ماجد ما فيه. حمود أسمي. حمود أسمي نفس الشيء، رجولة وكرم ما بحمود. وباسمي اسمي كلهم اسمي كلهم شجعان يبقوا. طيب ما تحفظ من القصيدة؟ هي طبعا طويلة القصيدة، بس لو تعطينا منها أبيات اللي رسلت الفيصل الرياحي. اللي رسلت الفيصل الرياحي والله اني ما عارف يقول ود الجواب مدري كيف اللي برازنا نقاتها ولا بنعطيك زين الحناتير الفرد ولا الجمس في لايحاته، الفرد فيها مصلبات الجنازير والجمس فيها أصوات مقدمات ردستله يزعجك في صيحة السير تقطع سور المروحة دائراته ونقيمته باقي علينا دنانير باسم الجميح ولا أعطانا براته وحجز لك روحة وجيه بتأشير والحجز حرفه كيه يكد ثباته على ترستر طولت بالمعايير في جانب الكابتن وفي مرفقاته فيها جهاز يخابر البرج تخبير والبرج معها مقطع وارداته ولعدمة الرؤية بعج ومعاصير برج المطار يسوقها في قناته ولأنك نزلت مستراح الجماهير لا تشعرني من تعرف لغاته أله المرسول على المقادير تلقى رقومه مرفقة في وساطه رقمين بالمنزل ورقمين من غير حافظ رسائلهن لازم رسائلهن لازمات لأنك زهمته جالك أسرع من الطير عطها الجواب وهات الإيصال هاته لا تضرب رده ولا تضرب غير خليه معي ساقوا فيه باطل إن رسلت لكم جواب ولا جرده. أيوة. أي قلت خله لا تضرب غير قلت له لا تضرب رده هات الإيصال إنك سلمت إياه وهات الإيصال هاته لا تضرب رده ولا تضرب غير خله مع اللي سابقه في مباته حنا جس من الشوارب مناصير في وجه شويا كثير استماته لو كان سوى بمعارفه حواكير نخفي وفاه ونعتمد صايباته نمسك الطيبة اللي يسويها ولا طيبة ننساها. الله. نخفي وفاه ونعتمد صايباته مدري كيف لو كان سوى معرفة نخفي وفاه نخفي خطاه ونعتمد صايباته والوقت مثل مبشر الشر والخير اللي ورا خير تجي كارثاته وقف وقال أبشر مولود يا عمير وقدام يعيش بشره في وفاته. والله طويلة كثير. صح أسألك يعطيك العافية. إيه. طيب أبو طلال وش تستر دي أنت قلت والله وش دي؟ تشرحها لنا وتشرحها للمتابعين. الطائرة هذا نوع الطائرة والله وش نوع الطائرة ترستر. ترستر. ايه. الله يعطيك العافية أبو طلال. طيب أبو طلال في قصيدة لك كلها في الحكم اللي يقول الله من قلب همومه تفجه. يا ريت إذا انك حفظها تعطينا اياها. والله شوف الله من قلب همومه تفجه فج المعادي سور دجله والافرات يحط للباطل ذرايع وحجه خلى محاصنها ميادين قوات اجرم وجرم لابسين التجه يضرب نار ويشتمونه بالاصوات من هج ما هو راجع من المهجه ولا تنجي المظلوم كلمه سلامات الصاحبه اللي صاحبتك ما تنجه من جت غريق من البحور الغزيرات ما انتهى بحوراني بعيدا متجه جاسوس عبريه وصياد غرات تعطيك ما تحتاج من دون صجه وانت الشهربي اللي قلت لك هات تخفي وفانا في ضبابها وعجه وتمسك علي من السواليف غلطات والظلم
ظلمة ليل داجي مدجك صبرها، ما ولعت فيه لمبات كف الكلام اللي علينا موجه الوقت له دوره، وللفكر سجات اللي فقد غالي تجي فيه رجه، وانا فقدت اغلى الغوالي بالاميات، لي ذكرت اللي احساسي يزجها. اصحى دقائق في دلوعي ساعات. الله اكبر، الله صح لسانك يا ابو طلال، صح لسانك. طيب وش يحضرك من القصائد؟ شوف لنا لو تغريدات، لو انت ما شاء الله انا عارف ان عندك دواوين ما شاء الله تبارك الله. أيوة لكن المشكله الحفظ وبعضها طويله، لكن شوف لنا اللي انت حافظ او اللي حاضر. أيوة. ابو طلال يقول يا ابن الكرام اللي زمانك محطمك، هذه ابيات مطلوبه. اي هذه حول 6 بيوت او 5 والله حدود كذا. تسلم. يقول يا ابن الكرام اللي زمانك محطمك، اصبر ولا تبدي لانذال قلبك، والدرة دي ما هو بعدتك خدمك، لا تحقق مقصده ما سألبك، أخفى الظروف اللي تحطم عزيمك، واللي يعزك فهو ما جهلبك. كلمة هلا وابشر وروح وكلم، كم رقم جوالك عشان اتصل بك؟ كلمة ردي ما هو بقاضي يوزمك، يشهر بك بظرف حصل بك، يضحك عليك ويجب الزاد من فمك، يخسرك في عين الردى ويختل بك. سلامتك. تسال وصح لسانك يا ابو طلال، يعطيك العافيه. ابو طلال يقول يا حر خلك عبقريا وزحزوح، شد الحزام وخاطرك لا يضيقي. نعم هذه حافظ منها كذا بيت. طيب اللي انت حافظ عطني يا ابو طلال. يقول يا حر خلك عبقريا وزحزوح، شد الحزام وخاطرك لا يضيقي، في وقت فيه معرب الساس مفتوح يخضع الفارس، ما يفك الوسيقي اللي منول للمعادين نطوح، انقلطوا سبارهم بالمضيق يطعن برمح، الروس الأشرار ذبوح يوم عقبان الجزيرة طليقي، واليوم عايش مع هلبيش وسلوح، ما هو الخيال السبايا رفيقي، واليوم عايش مع هلبيش وسلوح، ما هو الخيال السبايا رفيقي، أسبق تلاد الخيل بالماء الطفوح، خاوى الحمير وقام ينهق نهيقي. أسبق تلاد الخيل بالماء الطفوح، خاوى الحمير وقام ينهق نهيقي، العلم جانا من راس بني نوح ويكشف الأسرار غير اللصيقي. العلم جانا من راس بني نوح ويكشف الأسرار غير اللصيقي، ما يتفق بالعلم جارح ومجروح، ما يتفق بالرأي جارح ومجروح، ويكسر مسامير الحديد الطقيقي، ويكسر مسامير الحديد الطقيقي، سيف للفارس وصبحة وصبوح، كلن يعرف الباس اللي يليقي، قبلك عشقت من الغنادير مملوح شقها، عليها القلب يصفق صفيقي، عشقتها عشق الشهامة الممدوح، اللي العز الفقراء صديقي. صدت ولدت فيها لبيش ودلوح، وبعنا هواها للغلام الدنيقي، حنا على المقفين ما نكثر النوح، ولاني عاشف والمقفي شفيقي، سقتني الخطوة على راس لموح، في راس عيطة للجوازي مليقي، عيطة جوانبها الافي وسفوح، مرقب على كل الرواسي يويقي، يكشف ديارا دونها يقصر الشوح، يجبها العاشق يشوف العشيق، ومسيت مثل اللي على الناس مزيوح بين النجوم وبين ريش السحيقي، ومسيت مثل على الناس مزيوح بين النجوم وبين ريش السحيقي، من المعرفة غرقت بالبحر سبوح، ونجيت من بحر المخاطر غريقي، اقرا الرموز اللي كتبنا على اللوح، عساك من نوم الغثاري تفيقي، ولفقت جنب وترك الدرب مفتوح، لا تترى القافلة بالطريق. ما فهمت العلم والعلم مشروح، في ليلة ساطع قمرها زريقي، مالي بتحطيم لجويد مصلوح، الصمت خير من الكلام الرقيق، يرضاك واجب والخطأ منك مدموح، يا حر يا ساس الحرار العريقي، خطاك من صفحات الأعلام ممسوح، مسح لي باس من الغصون الوريقي. الله أكبر. ببداية غالي وانت أغلى من الروح، عساك من شر الليالي عتيق. عتيق. سلامتك. وانت سالم، يعطيك العافية وصح لسانك يا ابو طلال.